And it goes a little something like وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. هسيب لكم رابط قوي والانستا في صندوق الوصف، وما تنسوش تدعمونا بميزة تشكرات تحت الفيديو. يلا نبدأ الفيديو مع بعض. الجزء التاني بيبدأ لما امها بتقول لماذا اتيت الى هنا يا وان. بتقول لها ماذا تقصدي يا امي. بتقول لها ان كلام الجيران كتير عليكي. بتقول انا مش هاممني كلام الجيران. فبتقول امها ان هما بيقولوا عليكي لا تدرسي في الجامعة وانك بتتسكعي في الملاهي طول الليل. فبتقول لها امي لا يهمني ما قالوا الاخرين، لكن امي لماذا انا افعل هذا؟ الم تعرفي اذا لم اكن اتبعت جهل كان بعد عنك انت واختي. فبتقول امها انت بتعاني لكنك انت الكبيرة، اختك لا تزال صغيرة، نريد فقط ان نعيش حياة طبيعية يا وان. في وقت لاحق لا تعودي مرة اخرى للمنزل. وبتاخد يومي وبتمشي وبتزعل وان جدا وبتقعد وبتتكلم في الفون وبتقول سأقدم مفاجأة إلى جو. وفعلا بتتكلم مع تشو اللي بيقول قصادك دقيقتين نزل جو إلى الطابق السفلي. فبتقوله انت مجنون، هو عمره ما هيصدق حاجة زي دي، هو شخص قاسي جدا. وبتقفل معاه وبيدخل عليهم جو بيقول انتي ملابسك هكذا ستتسخ، انتي تفسدي شهيتي. فبتقوله ان النهاردة عيد ميلادي وبحب احتفل بيه، ايه رأيك انك تقوم بمرافقتي؟ وفعلا بتعمل عيد ميلاد وبتقول انا فتاة في 18 من عمري وامنيتي الوحيدة الان هي تقديم جو الى العدالة. ولما بتخلص بيسألها جو ماذا تمنيتي. وبتقول اتمنيت ان انا ابقى سكرتيرتك حتى اتمكن دائما من النظر اليك. فبيضحك جو بيقول حياتك باستثناء الرجال ماذا كنت تفعلي؟ فبتقول له جو انا موجودة فقط لاكون ظلك انت، الماضي لقد تم نسيانه. وبتحضنه وبتقول في سرها لاحقا بالطبع اريد ان اقوم بتدميرك يا جو. وبتروح تاني يوم تسهر مع شين وبتقوله سيد شين اترك هذا الامر لنا وللسيد جو، في غضون 3 ايام مضمون كل شيء سيكون جميل جدا، اتمنى منك انك نتعاون مع بعض بشكل جميل. فبيقول لها نانسي المال خاص بيا في الخارج، لقد فقدت الرؤية. فبتقوله انت تقصد ايه يا سيد شين؟ انا لا افهم. فبيضحك وبيلمسها وبيقول السيد شين ليس شخص عادي، انا استفسرت بالفعل كم سنة يتيح لي يا السيد جو للعمل معه عن قواعده، لكن بالنسبة للتقرب منك ما لم تكوني راضية. فبتبعد ايده وبتقوله سيد شين سأذهب إلى الحمام آسفة. وبتقوم فعلا ولما بترجع بتلاقيه بيضايق البنت اللي بتقدم له الطلبات وبيتقرب منها وبيقول لها اجلسي يا فتاة كم تريدي المال لا يمثل مشكلة لدي. وبتقول وان اوه دي وان وبتطلع تجري عليها وبتقول توقف سيد شين. فبيبعد وبتقوله سيدي هذه الفتاة جديدة هنا ولا تعرف القواعد، لذلك أخشى أن تقوم بمضايقتك وتعكير صفوك. سيد شين قم بانتظاري بعد الوقت فقط. وبتشد البنت وبتاخدها وبتقف وبتقول للبنت وان ماذا تعتقدي انك تفعلي؟ استطيع ان اسامحك بسبب والدك، لكن والدي لا يزال قاعدة، هل تذكري يا وان؟ فبتقول لها انت حصلتي على الشخص الخطأ. فبتقول يوان انت مثل والدك فقط قومي بالهروب مني. وبتتضايق يوان وبتقف وبتقول اين كنت كل هذه السنوات يا وان؟ بحثت عنك لفترة كبيرة لكن استسلمت، هل تعلمي كنت قلقة عليك وعلى والدك، والدك هو المدين بالمال وليس أنت يا وان. ماذا تفعلي أيتها الفتاة في مثل هذا المكان؟ ما مقدار الظلم اللي عانيتي منه تلك طوال السنوات؟ وبتوريها اسورة في ايديها وبتقول لها هل تتذكري تلك الصور الذي أعطيتيني إياه؟ أنا الآن كنت أرتدي هذا لسنوات. وهنا بتيجي رجالة جو بيشدوا يوان ووان بتقول ماذا تفعل وبتزعق. بيقول الشاب طلب مننا الرئيس جو ان هي تكون بمرافقة الرئيس شين. ويوان بتصرخ وبتقول دعوني اذهب من هنا. فبيقول الشاب انسة وان ده امر السيد جو لا تجعل الامر صعب علينا. فبتلف وان وبتتصل على جو بسرعة وبتقوله انت لقد وضعت 1000 كلمة و1000 امر لكن انا لم اسألك قط، لكن الان ما هذا؟ فبيقول لها جو لقد أخبرتك ألا تتقربي من أصدقائك السابقين مرة أخرى، الآن لا يسعني إلا أن ألومك على عدم الاستماع إلى كلامي. وهنا بتقول له يومي جو أخي لا تتحدث أثناء القيادة. فبتخافون جدا وبتقول له سأكون مطيعة وسأستمع إليك حقا، من فضلك دعها هي تذهب من هنا أرجوك يا جو. لكنه بيقفل وبتفضل وون تنده عليه
وبتقفل وبتلف تضرب المساعد بتاعه اللي بيقول لها بكل هدوء: انت عارفة عقاب السيد جو حين تقومين بكسر قواعده؟ فبتقول له: انا عارفة، لن افسد عمله، لا تقلق. وبتظهر يوان اللي بيتقرب منها شين وهي خايفة جدا وبتقول: ماذا تفعل؟ فبيقول لها: لن تستطيع الهروب مني، كفى. وهي بتصرخ وبتقول له: لا تتقرب مني. فبيقرب منها وبتدخل فجأة عليهم وان وبتقول له: سيد شين، ألا تراني؟ أسمح لها بالذهاب، أنا هنا لك. فبيقول: حقا؟ وبتقوم يوان وبتقول لها: ما هذا الهراء اللي بتتحدثي عنه يا يوان، وان ده شخص حسالة؟ فبتقول يوان: اسمتي، انا لم افكر فيكي ابدا كصديقة ليا، انا كنت بلعب بيكي طول السنين دي وبشفق عليكي فقط، وتلك الاسوارة كانت مكسورة لذلك قمت باعطائها ليكي. وبتزقها وبتطلع يوان، وبره بيرن المساعد على جو بيقول له: سيد جو، لقد حلت الاخت وان محل تلك الفتاة. فبيزعق جو بيقول: اسحبها الى الخارج بسرعة. فبيقول له: حسنا، لكن الباب مغلق. بيقول له: قم بكسره. بيقول له: لكن لا يمكن كسر ذلك الباب. وبتعصب جو جدا وبيقفل وبيرن على وون اللي بتشوف المكالمة ومش بترد عليه. وبيمشي جو بالعربية ويومي لسه معاه، وشين ما بيصدق طبعا وبيقرب من وون اللي بتكون خايفة جدا وبتقوله: لا تلمسني. بيقول لها: ماذا؟ هل تحب جو؟ انت لسه في عقله حتى لا تكوني في قلبه. انت مفكرة ان هو ممكن يجي ويكون بإنقاذك مثلا؟ وبيقرب منها وهي بتصرخ وبتقول له: دعني اذهب. في دخلة جو اللي بيجري يمسكه ويقول له: ابتعد عنها. وبيضربه وبيتصدم شين وبيقول له: سيد جو ارجوك، سيد جو لا تكن مندفعا، سيد جو لا يزال لدينا تعاون معا. لكنه بيضربه وبيبص لون وبيقول لها: اخرجي من هنا. وبتطلع تجري وهي خايفة جدا طبعا، وبيروح جو وراها وبياخدها البيت وبيمسكها وبيقول لها: انا اكره من يعصاني، هل تعبتي من العيش معي؟ الا تريدي ان تعيشي؟ وبتدخل هنا يومي وبتقول له: اخ جو لا تفعل ذلك، انا خائفة. وبتمسك ايده لكنه بيتعصب من نظرات الاستهزاء في عيون وون وبيقول لها: لا تنظروا الي هكذا، انا لا احب تلك النظرات. وهنا بتبدأ تصرخ يومي وبيبعد عنها جو بسببها، وبيروح يمسك المساعد بتاعه يعاقبه على سماحه لون بالدخول وبيقول: سيد جو آسف، لقد كنت مخطئ، لا أقوم بفعل ذلك مرة أخرى، لا أجرؤ بعد الآن. بيقول وون: خاصة بي أنا، أستطيع أن أفعل بها أي شيء، ما حدث الليلة الماضية لا يمكن أن يتكرر. وبيقول المساعد: مفهوم سيدي. وبيقرب منه وبيقول له: سيد جو، لقد كنت أراقب السيدة وون، لقد كانت تتقابل مع السيد تشو من فترة. فبيضحك وبيقول: ماذا؟ تشو؟ أنا لا أخاف منه، مثل هذا ألعب معه. وفعلا بتروح في الوقت دوت وون تقابل تشو اللي بيقول لها: آنسة وون، ما زلت غير سعيدة اليوم، لم أجد أجنحتك بعد. فبتقول وون إن أجنحة جو كلها قام بتقييدها. فبيقول تشو: حسنا، سأقوم بمساعدتك. وبيديها فلوس. فبتقول له: ما هذا؟ هل سأقوم بشراء جناح ليا؟ فبيقول لها: لا، اسمحي بتجهيز عقد صفقة مع السيد جو. فبتقول له: هساعدك ازاي في ده؟ بيقول لها: انا عاوز قايمة باسماء كل عملاء جو. فبتقول له: لكن جو في كل مرة بنتكلم فيها عن العمل بيتجنبني، قد يكون من الصعب تتبع قائمة عملائه. فبيقول لها: انا هساعدك في الموضوع ده. وبيشوف جو بيقرب منها فبيقوم مقرب وبيقبلها وبيقول لها ان جو ينظر الينا الان. وهنا نكون خلصنا احداث الجزء الثاني. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. لو عاوزين ملخص الجزء الثالث ما تنسوش توصلوا الفيديو ل1000 لايك في اسرع وقت ممكن. وقبل اي حاجه ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتزودوا عيلتنا الجميله فرد جديد. ولو الفيديو عجبكم اضغطوا اللايك الجميل وكومنت اجمل عشان نستمر ونقدم اكتر. وبس يا حلوين، اسيبكم مع تعليقاتكم الحلوه زيكم، بحبكم قوي وبحب كلامكم الحلو ليا. شكرا لكم جدا.